نرحب اليوم بالأستاذ حمود الجاسر الخالدي، نائب رئيس نادي الساحل سابقا والآن مهتم في دعم الفئات السنية وتطويرها. حياك الله يا أخوي. يا مرحبا فيكم، شرفتونا يا أخوي السبت هذا عندنا مشكلة معك فيه، ما نشوفك. ان شاء الله السبت والاحد ان شاء الله، الاسبوع طول الاسبوع ما عدا السبت والاحد لا تكلمني فيه. طيب يعطيك العافية. جاهز بس معنا إن شاء الله؟ جاهز، تفضل. نرحب فيك مرة ثانية أستاذ حمود. طبعا اليوم احنا حديثنا ولقانا أول شيء يعطيك العافية على جيتك وعلى تلبية الدعوة. يا مرحبا فيكم. طبعا شرفنا ذوق. الله يعطيك ألف عافية. يعني تحدثنا بعض المهام اللي قمت فيها في نادي الساحل. نادي الساحل معروف منطقة عنك بالشرقية. الله يحييك ان شاء الله. نادي الساحل في عنك منطقة شرقية. يعني تقريبا 15 سنة في نادي الساحل، نائب رئيس. طبعا تأهلنا من الدرجة الثالثة إلى الأولى، يعني استمرينا في الأولى يمكن 4 سنوات تقريبا إن شاء الله. ما شاء الله. وإن شاء الله الحين في الثانية نحاول إن شاء الله نرجع الأولى، ونحاول إن شاء الله روشن إن شاء الله بإذن الله. ما في شيء صعب. طبعا أستاذ حمود ما شاء الله تبارك الله تعمل أنت خلف الكواليس، فعشان كذا أنا تعبت إن يعني أوصل لك في عملك في دعم الفئات السنية. إيش توجهك؟ إيش البرنامج؟ والله أنا اهتميت في الفئات السنية من 6 سنوات و 7 سنوات في نادي الساحل خاصة. طبعا اهتمينا أول شيء فتحنا أكاديمية في نادي الساحل. ما شاء الله. فتحنا أكاديمية وصارت يعني مبالغ رمزية، يعني على 100 على 150. حلو بقدر الاستطاعة. بقدر الاستطاعة اللي يدفع واللي بس أهم شيء أبطال المنطقة الشرقية. قبلنا محافظ القطيف دعمنا باستقباله ترحيبه لنا، والحمد لله تأهلنا على المنطقة كلها. ما شاء الله. طيب أنت إيش اللي تشوفه أخوي حمود اللي هو الفئات السنية؟ يعني تلاحظ أن الدمام أو عنك أو القطيف أو في قلة، ليش السبب؟ في قلة، في أسباب. المواهب يعني. أي في أسباب. أنا جربت هذه وعانيت فيها. بما أنك يعني عانيت. أنا أطلع لي شباب يعني أكثر من يعني سنويا 4 5 أوجهها من الأولى الفريق الأول ننصدم في المدرب تاعنا أجنبي جاهز، يبي لاعب جاهز، وهذا ولد النادي. هل تأسس عندك؟ النادي نبي على الأقل لو يطوره يرفض الشيء هذا اللي احنا محصلين مشاكل فيها. يعني المفروض يعني يكون اختلاف. الوزارة تجبر ان كل فريق 4 5 فيه، وفيه توجه الآن في توجه من الوزارة ان لازم فئات سنية تدخل في الفريق الأول. أنا أشوفك أنك أنت بعدت عن نائب رئيس رحت الفئات السنية، شكلك يعني ما شاء الله مهتم فيها. أنا تحبهم. مو لنا وياهم تقريبا والله 7 سنوات 8 سنوات. يعني صراحة أبو جاسر إنه سمعت إنه ما شاء الله تعطي من جيبك، وهذا الشيء صراحة ترى ما حد يسويه، ترى والله نادرا يعني. أنا عارف. لا إذا أنت الحق يقال. إذا خلقت لك لاعب وبكرة لعب في أي نادي صح، وأنت ترتاح له، تقول هذا والله طلع من نادي، طلع من إيدي، طلع من دعمته، هذا شيء يفرح. يثلج لك صدرك إنه يخدم الوزارة، يخدم البلد ويخدم الوطن والأندية. والله يا أبو يعني جاسر إنه في أشياء إحنا نعاني منها. أنت تشوف إحنا نشتغل على تنظيم البطولات، يعني نحاول مثلا بطولة جاية الآن نطلع منها مثلا مو شرط بس نادي، نبغاهم يتوزعون على أندية. والآن فكر الاحتراف أنت شايف يعني، فإيش رأيك أنت في البطولات اللي تشوفها هذه تتنظم يعني في الأندية؟ هو يعني خلال الموسم اللي فات دخلوا يعني أكاديميات، وهذا شيء يفرح. في دوري المنطقة مثلا دخلوا أكاديميات، كذا أكاديميات دخلت ألعاب، وفيها أكاديميات وصلت مراحل متقدمة، وهذا شيء يفرح. إذا مثلا شجعت الأكاديمية وشجعت الأندية كلها هي اللي بتنافس عليها. أنت تشوف يعني إنه البطولات لها دور يعني كبير، البطولات في اكتشاف اللاعبين. أكيد هي البطولات أكيد هي اللي تبين اللاعب منين كلنا منين طلعنا، من الحواري، من البطولات. ما طلعنا لا مدرب طلعنا ولا طلعنا من الحواري. طيب ايش دور مثلا رجال الاعمال او الداعمين في الفئات السنيه؟ انت تشوف هل في تقصير يا ابو جاسر؟ نرجع لمحور حديثنا. انت تشوف في تقصير
هل الفئه هذه اللي يعني مظلومه نقول يعني في من رجال الاعمال للاسف ما المنطقه؟ في المنطقه، احنا نتكلم عن المنطقه الشرقيه، وما في ما في دعم. تعاني منها في نادي الساحل يعني؟ نعاني فيها. يعني مثلا لو جاك الحين لاعب مثلا نقول يا ابو جاسر من الخبر مثلا واقنعته ويقول لك انا ما عندي مشكله اني انا اجي، طيب ما عنده مواصلات، مكافاه رمزيه، هي اشياء بسيطه. أي. لو جاك مثلا رجل اعمال دعمك بمبلغ تقدر توفرونه. وين بيروح؟ اللاعبين اللي قدامه، بس احنا للاسف ما في. طيب هل قدمتوا لهم دعوات حضور مثلا؟ حضور وقدمنا، ما في تجاوب منهم، ما في تجاوب. يعني لا انا يعني ممكن انت ابو جاسر انك تجيب لاعب مثلا من الحساء، لاعب مثلا من الدمام، جونا من الرياض او من الرياض، يمكن من الرياض العام تلاقي مشكله في السكن في المكان. اعطيناهم سكن حلو فتره، يعني حاجات بسيطه، بس ما تقدر انت كل الموسم تدعم، صح ولا لا؟ صح، ولا ترضى عليهم انه يعني يجلس كذا مسكين يجلس بالشارع ولا شيء، ما يعتقد او ما تهتم فيه، ولا تقول والله ارجع للرياض، ارجع للحساب، ويروح عليك الموهوب ذا من افضل اللاعبين، يعني تجهزه عندك هنا ويروح نادي ثاني. صحيح، هذا اللي صاير. طيب ابو جاسر، اللي هو احنا نتكلم على يعني اوكي البطولات هي المواهب، وانت كمتخصص ما شاء الله يعني خبير في الفئات السنيه، ايش تنصح انت في المنطقه؟ يعني هو الاهتمام، اول شيء هو الاهتمام في الفئات السنيه من النشء لين الفريق الاول، بس الاهتمام ضعيف الان، ضعيف في الشرقيه عامه. في الشرقيه انا اتكلم في الشرقيه، انا اتكلم بالرياض، الشرقيه، لان فئاتنا السنيه اللي ما لو تلاحظ الدوري ما فيها شرقيه، صدق يمكن انديه بسيطه بس. صح. طيب على كثر انديه المنطقه الشرقيه ما فيها احد ممتاز، ما فيها الدرجه الاولى. صح. وانديه الشرقيه في تدني. انديه الشرقيه كم نادي؟ والله يعدوا اغلب. منطقه اللطيف الحالة تكفي. صدقت صح، ولا الاحساء ولا الدم، صدقت صح. طيب احنا سمعنا، طبعا احنا ما نقدر انك تفصح عن هذا الشيء، احنا ما شاء الله يقولون في خصخصه جايه نادي الساحل ان شاء الله، الخصخصه ان شاء الله يعني تقريبا الفتره هذه، بس ما بين اي شيء الحين، بس انه الاعلان بس واضح للجميع انه في خصخصه نادي الساحل، وهذا شيء يفرح اهل المنطقه واهل. وحتى انتم كمسؤولين في الانديه او في النادي تفرحون، لانه تقدرون الان تستقطبون مثلا مواهب، او الموهوب يجي هو مرتاح. الحين الخصخصه يعني بتريحنا في المواهب، تجي يعني خلاص صار الخصخصه وصار اهتمام فيها اكثر زي انديه مثلا ما شاء الله نيوم العلا. طبعا الدعم محدود قبل، طبعا احنا نقول اللي هو الدعم محدود كان اول، الان ما شاء الله انفتحت الان. الحين الخصخصه، تعرف الدوله متوجهه للخصخصه، جميع الانديه ان شاء الله بيجيها الخصخصه، تقدر تشتغل على الراحه، تجيب مدربين، بصير الدعم عندك شركه خلاص، شركه وتبي النجاح، والشركات ما هي داخله الا بشيء ناجح. حتى الموهوب او ولي الامر يرتاح لما يجي يشوف ولده هنا، والله برضه سكنه. هو اذا جاك خصصه، خاصه نتكلم عن نادي الساحل، اذا جاك خصصه بيتغير 180 درجه، بيتغير، بيصير منشاه فئة ألف، وبتصير يعني أشياء غير تطور، سواء حتى في كرة القدم النسائية صحيح. أو الأولاد يعني. صحيح. يعني بتقدر أنت يعني أنا متأكد أن جت خصخصة نادي الساحل، شوف أنا متأكد وتذكر كلامي يا أبو جاسر، في مواهب حتطلع أكيد كلهم حيجون يعني شوف الحين الخصصة اللي جاء القادسية، احنا نتكلم عن القادسية ما شاء الله، هذه يعني ما شاء الله دخلت للممتاز ولا روشن، دوري روشن، وكان في الأولى كانوا ويانا يلعب وروشن، بس دخلت الشركة فراح طورته، كل يبي القادسية. لا أنت عندك ميزة، ونتمنى لها السنة تاخذ الدوري بعد، والله ليش لا، أنا مش وأنت عندك ميزة أبو جاسر ما شاء الله في منطقة، يعني هي منطقة عنك يعني حدثنا بس عنها شوي بس يعني. أتكلم عن شنو؟ عن محافظة عنك أو منطقة عنك أو محافظة عنك، موقعها بين القطيف وسياد. طبعا كم تمتد لك كم سنة تقريبا؟ يعني تقريبا أكثر من 300 سنة. ما شاء الله تبارك الله. هي اسم عنك مفروض إن شاء الله إن شاء الله الساحل بكرة الروشن تنعرف المنطقة أكثر. الحمد لله. هو طبعا يوم راح الأولى طبعا طلعت عنك واسم عنك وشباب عنك، ويعني صار يجونك جدة، يجونك الرياض، يجونك جيزان، يجونك صح. لعبنا مع الأهلي
صدقت صح. صح، لعبنا مع الاهلي ورحنا جده هناك نلعب. خبرها. شلون تعرف عنك الا من الجمهور. شوف تخيل الجمهور الاهلي انت تلعب قدامه يعني وين الفريق هذا؟ صدق. وين هذا؟ هذه افضل حاجه تكسبها في الرياضه. صحيح. محبه الجمهور لك يا ابو جاسر. عرفنا تعرف الرياضه تجمع. صدق صح. تجمع. الله يعطيك الف عافيه. طيب لك ديربي ولا ما لك فريق ديربي؟ وين؟ عندك وش الفريق اللي دائما؟ دائما؟ ايه الديربي. وقبل كنا يعني تعرف يومنا في الاولى مع قادسيه. الحين لا الحين درجه ثانيه. لا باذن الله ترجع ان شاء الله. وتوجهك يا ابو جاسر راح يبين معك في السنوات الجايه. انا متاكد اذا الله اعطانا عمر وعافيه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شاكر لك اول شيء في برنامج ساعه رياضيه. شرفتنا اليوم في مركز دلتا مقرنا. الله يعطيك العافيه ان شاء الله وشرفنا الشيء ذا وان شاء الله نجيكم باذن الله في بطوله زون الجول الثالثه ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه حبيبي. طيب تعطينا ميولك ولا ما يحتاج؟ ابو جاسر طبعا شوف انا عندي متابعين اول شيء ما شاء الله تبارك الله، لاعبين الاتحاد، لاعبين الاهلي، لاعبين النصر، لاعبين الهلال. انت تعرف الناس ما شاء الله ميال على الانديه هذه كثير، فنبغى ميولك. احنا نعرف انك تقول الساحل قبل شوي بس نبغى الميول. هو الساحل او محب لا هو الساحل هو اساس. طيب والميول اهلاوي طبعا. اوه يعني حتى يوم جت مباراه الاهلي قالوا شو تشجع الاهلي ولا الساحل؟ قلت لا الحين الوقت الحالي تشجع طيب الساحل. طيب بعطيك شيء يمكن يفرحك. عندي مدرب في الاكاديميه وما يحتاج لو قلت لك ظهير ايمن من عام ايام مارادونا جاكم كابتن بندر سرور. بندر نعم في نعم. هذا موجود عندي يدرب. يعني في المنطقه ابد عندي لازم نقابله. لا بيجيك ان شاء الله وبخليه يجي البطوله ان شاء الله ويقابلك ان شاء الله باذن الله. من اللاعبين مخضرمين. انت قلت لي الاهلي انا سكت صراحه. هو مدرب عندي. الله يعطيك العافيه يا ابو جاسر حبيبي. شاكرين لك. الله يسلمك ان شاء الله.